السلام عليكم على أجمل متابعين. أهلا بكم في جولة جديدة وفيديو جديد من جولاتنا. ولازلنا مستمرين فين احنا في العتبة الرويعي. زي ما انتم شايفين كده الصنادل ديت كذا شكل منها، مش شكل واحد. أي قطعة من الصنادل دي ب150 جنيه في العتبة الرويعي. وخليكم مستمرين معانا في الفيديو عشان تشوفوا المحل اللي بيدل على الفرشة ديت علشان ما تتوهوش. هي الفرشة ديت عند بتاع الشنط، الناس اللي متابعاني الشنط اللي هي الماركات، فرشة مصطفى. هتعدوا الاتجاه التاني هتلاقوا الفرشة ديت، يعني ما تتوهش عند شركة الحمد، وهتعدوا الاتجاه التاني وانتوا داخلين على الشارع الرواعي اللي فيه ورق الحائط، في الاسكرترات والحاجات ديت بتاعة الحوائط. والشارع ده برضو اللي هو بتاع الرواعي فيه كذا مكتب للملابس، وفي برضو في الشارع ده ملابس برضو. ده برضو نازل ترند، الشكل ده نازل ترند، تحسوا الوش بتاعه مكشكش شوية. وفي الاسود دوت. وخليكم معايا في الجولة هتشوفوا مقاطع تانية مختلفة عن الصنادل من جولات يوم الأحد، العتبة الرواعي للشوزات. خليكم معانا ما تطلعوش من الفيديو. ان شاء الله تستمتعوا بالفيديو واكون ضيفة خفيفة عليكم. ويا ريت كده الناس الجديدة تبص بصة كده على القناة، ان شاء الله جولاتنا تعجبها والفيديوهات والجولات تعجبكم. وان شاء الله ربنا يقدرني واجيب لكم جولات اكتر واكتر. برضو الاسود دوت بموديل تاني، اظن التصوير واضح. بحب اوريكم الموديل لكنكم معايا بالظبط، ان يبقى الموديل واضح من كذا اتجاه، مش من اتجاه واحد. يا ريت تصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام وتذكروا الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وده برضو الأسود من الموديل اللي أنا قلت لكم عليه البيج، نزل ترند برضو. في منه البيج والأسود، ده الأبيض لو ينفع لخطوبة برضو وينفع لمناسبة. اهوت الفندق الأندلس. ده مش فندق، ده بعد فندق رشدان، اهوت محل رشدان. هي العمارة اللي انتوا شفتوها اللي ظهرت ديت بعد فندق الأندلس، مش فندق الأندلس، لا دي عمارة بعده. وفي هناك كذا فرشة برضو للصنادل، مش الفرشة دي بس، كذا فرشة للصنادل. الرواعي مليان، بس طبعا انتوا عارفين كل مكان فيه الوحش وفيه الحلو، فأكيد الرواعي فيه حاجات كويسة وفيه حاجات مش قوي. يعني ده بقى دي جولة من جولات يوم الأحد. جولات يوم الأحد بتبقى فيها حاجات لقط، بتبقى فيها حاجات جميلة. يعني ممكن تلاقوا قطعة من 190 ب85 على الأرض. الحاجات دي كانت ب85، مش وحش. بس خلي بالكم عشان الرواعي فيه شغل ورش، فالشوزات ما بتستحملش، عشان تكونوا عارفين يعني. لكن الفراشات اللي هي ب490 و150 دي بتبقى كويسة لحد ما. لكن برضو في العتبة الرواية يوم الأحد في حاجات لقط، والكوتش الكيوت ده القمر برضو. وفي الجزم صراحة الفرشة دي كانت حلوة، كان أي حاجة ب85
حاجة مش غالية برضو، جميلة. فاللي ياخد حاجة من الرواعي يعيد عليها. عندي بتاع الشوزات فيها 15 20، وتعيد على الجزمة أضمن. اللي زي ما قلتلكم مش كل شغل الرواعي حلو، علشان ايه تبقوا في الصورة. الناس اللي بتنزل على طول اكيد عارفة الفروشات الحلوة والمش حلوة. وانا بنوه برضو في الفيديوهات ان شغل الورش اللي هو السوقي ده ما بيستحملش قوي. لو عايزة تجيبيها بس تعيد عليها اوكي. بصوا الحاجات الكيوت دي جميلة قوي. البناتي، عارفين طبعا حاجات البنات بتبقى جميلة جدا بموديلاتها واشكالها. فالفرشة دي اي حاجة ب75 مش غالية. زي ما انا قلتلكم فيها حاجات من 190 جنيه، خلي بالكم. فاللي يروح يوم الحد يروح الصبح. الساعة كام؟ الساعة 9 10، عشان الناس بتاخد الحاجة. الناس عرفت سوق الحد دلوقتي الرواعي، وبتنزل بدري وبينقوا الحاجة. فالناس بتروح تاخد الأطفال كمان. الأطفال هناك بيبقى برضه كتير برضه كذا، يعني زي الفرشة دي بتلاقوا كبير حريمي وأطفالي. وممكن لو دورت تلاقي سن محير في الفروشات. زي ما انا قلت لكم كده، الرواعي مش كل شغل وحش ومش كل شغل حلو، هو سلاح ذو حدين. مع ان في الرواعي في شنط ماركات، يعني انا بصور في الفيديوهات، ياريت ترجعوا لها، مصورها من قريب. شنط ميرور وجيست وديور مايكل كورس. ما انا بقول لكم الرواعي في حاجات غالية جدا وحاجات قيمة وحاجات ماركات، وفي حاجات مش حلوة ما بتستحملش في الشوزات. لان انا بجيب وبجرب على اساس ان انا اديكم فكرة ونبذة من خلال تجربتي في شارع الرواعي. وهنا البوتات دي كانت ب100 جنيه الأطفال برضه. مش بقولكم مثلا ايه الحاجة واو والحاجة مش عارف ايه انزلوا جري ومش عارف ايه والحقوا، لأ. في حاجات حلوة وفي حاجات مش حلوة، لكن هو شارع برضه بيوفر إلى حد ما. عارفين طبعا أسعار دلوقتي غالية جدا. فحتى لو الواحد جاب حاجة وعاد عليها مش مشكلة، حتى لو هتستحمل كام شهر كويسة برضه بالنسبة لسعرها. في حاجات فروشات ب190 جنيه جميلة، وممكن تلاقوا ماركات منها. أنا شارية منها شوز جميل جدا. تحسوا الجلد بتاعه طري جدا، يعني بتحس الجزمة بتمشي معاكي كده، مش واقفة كده جلدها ناشف، لأ طري. الفروشات ب190، وأنا مصورة لكم عندها. وفي الفيديو اللي هو بتاع جولة يوم الحد كان فيها فروشات من 190 وفيها جولات من يوم الحد.